بجد كده فيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي في مطبخ حبيبة للاكلات والحلويات. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، توحشوني من الفيديو للتاني والله. النهارده بقى ايه؟ فيديو مختلف. فيديو ايه؟ فيديو بنتي عملت لي هدية. جابت لي هدية، عملت لي مفاجأة وجابت لي هدية. انا بجد فرحت بيها قوي 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 قوي، فقلت افرحكم معايا واوريكم الهدية اللي هي جابتها لي. فقلت لازم ايه، لازم اوريكم الهديه دي. انا بجد يعني كنت في غايه سعادتي. انا ما بفرحش زياده غير وانتوا معايا، غير لما بوريكم الحاجه وبتقولوا لي رايكم فيها برضو. قلت لازم ايه اطلعها برضو واوريها لكم الهديه. نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم واوريكم الهديه. بس جايبه لي الكرتونه دي وفي الهديه، فقلت بقى ايه نطلعها. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مع بعض الهديه وقولوا لي ايه رايكم. ويا رب بجد يخلي الاولاد الحنينين اللي هم اللي بيفرحوا ابهاتهم وامهاتهم بحاجه بسيطه. الحاجه والله العظيم مش بقيمتها الماديه ابدا، الحاجه بقيمتها المعنويه. بمعنى شوفي لو حتى دخل عليك ابنك ولا بنتك كده بس بورده كده او بابتسامه، يا ماما وحشتيني، يا ماما بحبك، يا ماما، اي كلمه كده، بس الكلمه البسيطه بجد دي بتحسسك ان انت ايه، ان انت تعبك ما جاش على فايده، تعبك ما جاش على الفاضي. يعني تعبتي وتعبك ده بفايده، تعبك جيب فايده مش ما جاش فايده، في لخبطه جامد. ماشي ما علينا. التعب اللي انت تعبتيه ده مش على الفاضي، لا، التقدير حلو بجد. يعني دي اهم حاجه، ان يبقى العيل بار كده وكويس ومحترم ومؤدب وخلوق. وطبعا ده كل ده على حسب تربيتك انت ليه. هو اي نعم في طبعا بيقولك ايه، بيقولك مفيش قاعده ثابته. يعني بمعنى يقولك ممكن يخلق من ظهر الفاسد عالم ومن ظهر العالم فاسد. لازم بيبقى فيه طفل او حد كده ايه، مش سوي. لازم يبقى فيه حد مش طبيعي. تقولي ازاي؟ ده انا مربيه مثلا لو عندك 4 اولاد هيبقوا 3 كويسين وواحد مثلا ايه شقي شويه. تقولي ازاي؟ طب ما انا مربيكوا نفس التربيه، طب ما هي اللي ربت ال3 ده ربت الرابع ده. ولكن هي بتبقى سبحان الله مفيش قاعده ثابته، مفيش، لازم يبقى في حاجه كده غلط. ولكن انت بنعمه ربنا لو كلهم كويسين يبقى دي حاجه من عند ربنا كويسه جدا، ونقول الحمد لله. حتى لو واحد في وسط ال4 واحد كويس انت تتعبي معاهم، معلش، هو ده دور الام وده دور الاب. وبجد بجد ربنا يخلي الاولاد الحنينين على اهاليهم. وبرده ده ما يمنعش ان برده السبب يبقى من الاب والام. لو الاب والام كويسين وحنينين ومراعيين عيالهم هيطلعوا عيال كويسين. انا لغيت معاكم شويه بس اقول بقى بسم الله الرحمن. ابدا اخرج الحاجه عشان اوريكم بقى الجمال. خرجها مع بعض. عارفه هي عامله كده ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. افرج حاجه حاجه. الحاجات ملفوفه لفه. الله، طب والله اول مره اشوفها والله ما فتحتها. يعني هي فتحتها وقالت لي عامله لك هديه، فتحتها هي وشافتها عشان لما استلمت الاوردر وجابتها لي انا ما فتحتهاش. اول مره افتحها معاكم. يا لهوي على الجمال. دي شجره قمح اللي هي سنبله دي. يا نور ابيض. لا جميله 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 يا عمري يا عمري. شكلها حلو قوي. شايفينها كده؟ بصوا جمالها. خليها كده. خلي البتاع ده حلو قوي، ده انا بحبه. بس عارفين البتاع اللي بيفرقع ده؟ بس هو طبعا عشان ايه؟ بيحمل الحاجه. بعد ما اخلص بعد ايه اطرقع العب بيه شويه، بس خليه دلوقتي. نشوف ايه تاني. كل اللفه دي كلها ملفوف بحاجات كتير قوي. نقعد نفك كل دوت ونربط تاني يا لهوي. دي كمان. الله، يا نهار ابيض على الجمال والرقه. بصوا الجمال. شكلها شيك قوي قوي قوي. شكلها شيك قوي. يا عمري ما تحرمش منك يا نور عيني يا قلب ماما من جوه. ما تحرمش منكم يا حبايبي ابدا.
بصوا، ده الغطا بتاعها. الله، والله جميله، والله شيك جدا. بصوا الشيكه تتحط بقى في المكتبه دي او تتحط على الترابيزه بتاعت الركنه، يبقى شكلها شيك قوي. بصوا الجمال، بصوا الجمال. الله الله، لا رقيقه، لا رقيقه والله. دي تقريبا تحط عليها بخور من هنا، بس طبعا انا مش هحط عليها عشان ما بهدلهاش، خليها كده ايه هي. بصوا الجمال، بصوا الرقه، باينين كده اهو، باينين شكلهم كده، ونحطهم كده. دي ايه دي؟ شكلها حاجه كبيره دي، انا خايفه اطلع حاجه تانية تتكسر، انا مش فاهم، في اكياس كتير. بصوا كده، الله الله على الجمال. بصوا الشياكه، بصوا الرقه، لا والله رهيبه. عايزه اطلع البتاعه الكبيره دي. دي ايه دي بقى؟ ايه كل دي؟ ملفوفه في كذا حاجه. الله الله، الله اكبر، الله على الجمال. بصوا ايه ده، الله اكبر. اللهم بارك هذا البيت، امين يا رب يا رب، اللهم امين. لا بجد حلوه، لا بجد رهيبه 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 رهيبه. نحط فيها كده دي، ونحط دي كده ودي كده. الله، بصوا الجمال، بصوا رقيقه جدا، رقيقه قوي قوي قوي، شكلها شيك جدا. لا 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 بجد مش مصدقه، لا جميله جميله والله. يا حبايبي يا حبايبي، ما تحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. وده ايه ده؟ الغطا، هي كل حاجه مرفوعه كده. ده الغطا بتاع دي، تمام. لا انا مش هخليها كده كده باينه، ودي كده باينه هنا جنبهم كده. بصوا الجمال، دي كده ظاهره لكم كده. لسه في حاجات تاني. الله، ايه ده؟ امال فين الزرعه بتاعت دي؟ مفيش زرعه. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، بص شكلها عامل ازاي. دي محتاجه زرعه زي دي، نخليها كده. بصوا جمالها. ايه تاني؟ يا خراب يا الجمال، يا نهار ابيض. لا شيك، لا شيك بجد. لا كده، لا كده مغطيه عليه، خليها كده زهره كده. في حاجه تانية كبيره. ايه دي؟ حاجات غريبه، تأليفات والله، بس شكلها شيك قوي. الله، ده ليها بتاعت الدونتس. الله، بص الشياكه. لا 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 لا، ده كده كتير بقى. لا يبقى كده دي، جيب دي كده واحط دي كده. يا نهار ابيض كده على الجمال، يا نهار ابيض على الرئه. دي تحط على الترابيزه بقى كده في نص الصاله كده، يبقى جمالها. وده كده الطقم ده، لا لا شكلها حلو. لا انا بجد فرحانه بيها قوي 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 قوي، مش عشان خاطر الطقم، لا التقدير، والله التقدير حلو. يا نهار ابيض، يا موسي على جماله يا ناس. ايه ده؟ الله، دي لازقه، جميله 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 جميله. لا رهيبه، لا عجبتني قوي دي. انا مش عارفه اشيل ايه واحط ايه مكان ايه، يعني شيل دي واحط دي مكانها. لا يعني عايزه املك صينيه بس عشان خاطر الكلمه. خليها كده، خليها كده. بصوا الجمال، لا رهيبه، شكلها شيك قوي. انا مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا كده بصراحه، بس يا رب تكون ظاهره لكم. شكلها شيك قوي، شكلها جميل قوي قوي قوي. هديه مقبوله يا نور عيني يا قلب ماما، ما تحرمش منك ابدا.
يا ريت بس تكون ايه ظاهره لكم. بصوا شكلهم، بصوا جمالهم، شكلهم شيك قوي. لا بجد هو الحكايه مش حكايه هدايا، ولكن هو بصراحه عجباني قوي. انا اول مره تجيلي هديه بالجمال ده، اول مره. يعني على طول بتجيلي هدايا حاجات تانية طبعا، اللي هي شنطه، طرحه، برفان، الحاجات العاديه دي. انما دي لا، اسعدتني قوي قوي قوي، وفرحتني قوي قوي بجد. ما تحرمش منك يا قلب ماما يا نور عيني، وتعيشي وتجيبي يا حبيبتي. لا بجد انا فرحانه، لا والله فرحانه. شكلها شيك قوي قوي قوي. لا انا فرحانه. انا بص، انا همسك نفسي عشان ايه، مش هعيط، عشان خاطر بجد ايه الهديه فرحتني قوي. الرقه بتاعتها، رقه الهديه ملهاش حل، شكلها حلو قوي. اللهم بارك هذا البيت يا، باذن الله البيت هيبقى بيت مبارك باذن الله، بوجود الاب والام الخلوقين المحترمين الكويسين المتدينين، باولادهم المحترمين برضو متربيين. لا لا بجد بجد يعني هو البيت اساسه الاب والام والاولاد. انا حبيت بس اعمل لكم الفيديو دوت، اوريكم بس الايه الهديه اللي جابتها لي بنتي. هي بالنسبه لي هي طبعا حاجه بسيطه، ولكن بالنسبه لي الدنيا كلها عشان التقدير. يا رب بس تكون الايه عجبتكم، وربنا يخلي لكم اولادكم. واسيبكم بقى عشان اقعد اتفرج على الهديه، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس اوعوا تنسوا في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.